أهلاً بيكم يا أغلى ناس. صباح الخير أو مساء الخير حسب التوقيت اللي بتتفرجوا فيه. وحشتوني جداً. النهاردة جاية أحكي لكم قصة حياتي اللي علمتني إن الثقة مش بتيجي ببلاش، وإنه مش كل الأهل أهل. اللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يعمل سبسكرايب دلوقتي. أنا اسمي يارا وعندي دلوقتي 32 سنة بالتمام والكمال. القصة دي بترجع بينا لورا حوالي 5 سنين. وقتها كنت بشتغل في شركة عالمية الخدمة اسمها نوريزون لإدارة وتطوير الأنظمة الرقمية. كنت مسؤولة عن قسم التدريب التقني. الشغل كان صعب ومرهق، بس كان بيتي التاني. وفي عز ما كنت غرقانة في ملفات مشروع تحديث قاعدة بيانات مليونية، دخل المكتب شاب وسيم وهادي. هو ده كريم، كان لسه منتقل للشركة وجاي من فرعنا في السعودية. كان طويل وملامحه أوروبية شوية، وعنده كاريزما هادية مش بتعرف إيه سرها. اتعرفنا على بعض في اجتماع لتسليم مشروع الأرشزة السحابية اللي كنت أنا بعمل الدعم الفني بتاعه. بدأنا بحوارات مهنية عن أداء الخوادم وضغط الشغل، بس بسرعة تحول الحديث إزاي قضيتي الويك إند وبتحبي تاكلي إيه في بريك الغدا. حسيت إن في كيمياء غريبة بتشدني ليه، حاجة مش مجرد إعجاب عادي. كان كريم بيركز في كلامه جدا وعمره ما قطعني، ودايما بيجيب لي معايا كوباية عصير برتقال فريش الصبح عشان عارف إني بتضايق من الكافيين. التفاصيل الصغيرة دي هي اللي خلتني أحس إنه مختلف، وإنه فعلا راجل مش مجرد شاب عابر. بعد 8 شهور من التعارف في الشغل اعترف ليا بحبه وقال لي: يارا، أنا عايزة أكمل حياتي معاكي، وفعلا محتاجك تكوني زوجتي وشريكة عمري. قلبي كان بيدق زي الطبلة. كنت خلاص بحلم باليوم ده. كنت واثقة 1,000,000% إنه ده شريك حياتي اللي ربنا بعتولي. لكن لما جه يتقدم ليا رسميا كان معاه شرط مهم جدا ومفاجئ بالنسبة لي. قال لي: يارا، أنا عايزك تسيبي الشغل ده خالص بعد الجواز. قال لي: أنا بشتغل في مجال الأدوية ومشاويري وسفرياتي كتير ومحتاج تركيز، ومش عايزاك تتشتتي بين بيتك وشغلك. عايزك تكوني أنتي المهندسة اللي تصممي ليه بيتنا وترعي كل تفصيلة فيه. لو فضلتي في شغل البرمجة والسيرفرات ده مش هنعرف نعيش حياة مستقرة. الشرط ده كان صعب جدا عليا. أنا كنت بحب شغلي ووصلت فيه لمرتب شهري 45,000 جنيه مصري صافي. بس حبي الكريم الله يرحمها كانت ست طيبة جدا. قالت لي: يا بنتي، الراجل اللي بيحب بيته وعايز مراته تفضل تكنس الأنان في البيت أهم من أي شهادة أو كارنيه عمل. كلامها ريحني وقررت أوافق. قلت لنفسي مش مشكلة، أنا دلوقتي هبقى مهندسة ببيتي. إن أول والآخر عيلة كريم، خصوصاً والدوه عم مصطفى اللي كان مهندس معماري متقاعد ومحترم جداً، رحب بيا كبنتهم. قدمت استقالتي بعد فترة وجهزنا شقتنا في منطقة مصر الجديدة، شقة واسعة بتطل على حديقة كبيرة. كنت كل يوم أروح أختار ألوان الستاير وأتابع شغل النجارة والجبسبورج بنفسي. حلمي اتحقق. يوم فرحنا كان فرح بسيط، لكن كله حب وأمل في مستقبل أحسن. كنت بقول لنفسي: يارا، انتي عملتي التضحية الصح، دلوقتي جه وقت الحصاد. بعد الجواز حياتي دخلت في روتين جديد كنت أنا المتحكمة فيه بالكامل. أصحى قبل كريم بساعتين، أجهز فطار صحي، دايما يطلب مني عصير جزر وتفاح عشان المناعة. في الشغل كنت بعمل كل حاجة في البيت بإتقان وحب. البيت كان بيلمع وريحة البخور بالعود كانت دايما مالية المكان عشان كريم بيحبها. ما حسيتش بالملل أبدا، بالعكس كنت باعتبار إدارة البيت مشروع إداري جديد بيتطلب مني نفس الدقة اللي كنت بعمل بيها إدارة المخاطر في شغلي القديم. كنت بعمل ميزانية شهرية لكل مستلزمات البيت وبتابع تقارير الجودة الأسبوعية للنظافة والترتيب. كريم كان بيقدر ده جدا. كان بيرجع من الشغل تعبان يلاقيني مجهزاله طاجن بامية باللحم الضاني أو فتة كوارع اللي بيعشقها. كنت بستقبله بابتسامة دايما واجيب له جريدة الأهرام عشان بيحب يقراها قبل ما ينام. كان يوميا بيحضني ويقول لي: يارا، انتي السند، انتي الأمان. أنا فعلا ما كنتش هعرف أعيش من غير النظام ده في حياتي. الكلمة دي كانت بتنسيني أيام 12 ساعة شغل اللي كنت بقضيها في مكتبي. في الويك أند كنا بنقضي وقتنا مع أهل كريم، كانوا بيعاملوني بمنتهى الرقة والحنية. كنت حاسة إني فعلا ست بيت بجد، مسؤولة عن مملكتي الصغيرة، وبعمل كل ده بإخلاص. لكن الهدوء ده مدامش كتير،
كنت فاكرة إن حياتنا هتفضل كده على طول، هادية ومستقرة وما فيهاش أي مفاجآت. بس الحياة كان ليها كلمة تانية. يوم ثلاثاء مش هنساه أبداً، كنت بعمل كورس تصميم داخلي أونلاين في أوضة المعيشة، وفجأة موبايل كريم رن. كان صوته في المكالمة بيتغير وبيتعالى بشكل مرعب، وبعدها سكت خالص وبدأ يصرخ بشكل هستيري. جريت عليه، لقيته واقع على الأرض وموبايله جنبه. مسكت الموبايل بسرعة، لقيت المكالمة كانت من عم سامح أخو كريم. سمعت صوت صريخ وعياط. المدام الحقينا، المدام مروة والدة كريم عملت حادثة على كوبري أكتوبر وراحت مننا. الصدمة كانت أقوى من أي كلام. أم كريم، الست اللي كانت سند ليا، اللي طمنتني على قرار ترك الشغل، اللي كانت بتعتبرني بنتها التالتة، راحت في لحظة. دموعي نزلت زي المطر، ما كنتش مصدقة. كانت بتجيلي كل أسبوع تساعدني في ترتيب البيت، وكانت دايما تقولي يا يارا بيتك ده جنة، حافظي عليه وعلى ابن قلبي كريم. كريم سافر بسرعة عشان يخلص إجراءات الدفن في مقابر العيلة في الفيوم، وأنا فضلت في البيت مكسورة وموجوعة بجهز البيت لاستقبال العزاء. بعدها كريم طلب مني طلب، قال لي بابا، عم مصطفى مش هينفع يفضل لوحده في بيته الكبير، عايزينه يجي يعيش معانا شهر لحد ما الألم يهدى. قلت له من غير تفكير، البيت بيته يا كريم، ده مكان أبوه، أوضة الضيوف جاهزة، وأنا اللي هقوم على راحته كأنه والدي بالظبط. كنت بعمل ده من قلبي عشان أحسسه إني معاه في الحزن زي الفرح. وفعلا جه عم مصطفى، راجل وطور، كان دايما بيتكلم بصوت هادي وباين عليه الحزن والكسرة. في الأيام الأولى كنت بصحى بدري قوي، أجهز له دواء السكر والقلب في مواعيده المظبوطة، وأجهز فطار خفيف بيحبه زي العيش الشامي بالجبنة القريش. كنت بحاول أضحكه وأفتح معاه مواضيع عن أيام شبابه عشان ينسى شوية. كان محترم جدا، يشكرني على كل مجهود، وعمره ما طلب أي حاجة بشكل مباشر. كان دايما يتكلم عن كريم بفخر. ربنا يبارك يا بنتي، انتي اللي عوضتي كريم عن حنان والدته. كريم كان فرحان جدا بالعلاقة دي، وقال لي انتي عملتي اللي محدش يقدر يعمله يا يارا، أنا مطمن على بابا معاكي. بعد حوالي 1.5 سنة من وفاة والدته، جت فرصة لكريم ما تتعوضش. الشركة عرضت عليه منصب مدير إقليمي للمبيعات في الفرع الجديد في أسوان، والمرتب هيكون الضعف. كنت طايرة من الفرح عشانه، وقلت له دي فرصتك يا حبيبي، لازم تروح وتحقق حلمك. قال لي مش هقدر أسيبك لوحدك مع بابا، هتبقى مسافة كبيرة ومش هعرف أجي غير كل 3 أسابيع. طمنته وقلت له أنا هنا في مكاني، البيت أمان، وعم مصطفى زي والدي، وموبايلك هيكون دايما مفتوح. كريم سافر بعد أسبوع يسيطر على الفرع الجديد. بعد سفره البيت اتحول لصمت رهيب. كنت بجهز الفطار لعم مصطفى لوحده، وأحط طبقين غداه، وأقول لنفسي طبق ليا وطبق لكريم. بس هو مش هنا، الاشكياء كان بياكل قلبي. كنت بتفرج على صورنا على التليفون وأفتكر تفاصيله وضحكته وطريقته وهو بيشرب البرتقال. كنت حاسة إن وجود عم مصطفى هو الشيء الوحيد اللي بيخفف وطأة الوحدة. لكن الغريب إن عم مصطفى بدأ هو كمان يتغير، بدأ يقرب مني بشكل غريب، مش بالكلام لكن بالتفاصيل. بقى يسأل أسئلة ملهاش علاقة بالواجب، زي يارا إيه اللي خلاكي تسيبي شغلك الكبير ده؟ أكيد ندمانة صح؟ أو يا ترى بتكلمي كريم قد إيه في اليوم؟ كنت برد عليه باحترام، الحمد لله مش ندمانة يا عمي، وربنا بيعوض. وكريم بكلمه طول اليوم، لكن نظراته كانت غريبة. كانت بطول وأنا مشغولة في أي حاجة، وأنا بقرأ كتاب أو بتفرج على التلفزيون. فمرة كنت قاعدة براجع ملفات ضريبية قديمة بتاعت والدي على اللابتوب في أوضة المعيشة، وسبت اللاب مفتوح عشان أروح المطبخ. لما رجعت لقيته قاعد قدامه بيعمل نفسه بيقفل الشاشة، لكن باين عليه التوتر. قال لي آسف يا بنتي، الشاشة كانت منورة فقفلتها. قلبي دق مش خوف بس شك، قلت لنفسي يا راجل ده حماكي، عيب تفكري كده. لكن الإحساس الغريب ده بدأ يزيد، بقيت حاسة إن في عيون بتراقب كل تحركاتي. الأحداث بدأت تزيد وتأكد شكي. في يوم كريم بعت فلاشة عليها ملفات مهمة عشان أطبعها ليه وأبعتها بالبريد المستعجل. حطيت الفلاشة في درج مكتبي اللي أنا الوحيدة اللي بفتحه. تاني يوم لقيت الفلاشة مش موجودة.
كلب البيت كله عليها، ما لقيتهاش. بعد يومين لقيتها مرمية على ترابيزة الصالون. سألته: عمي مصطفى، حضرتك شفت الفلاشة دي؟ قال لي: أكيد نسيتيها بنفسك يا بنتي، أو يمكن وقعت منك. ساعتها حسيت إن في حاجة غلط. أنا عمري ما بنسى مكان حاجة مهمة زي دي. في يوم لقيت إشعار على موبايلي بيقول المسج بتاعه: أم تغيير كلمة المرور لحسابك بنجاح. استغربت جدا، أنا ما عملتش أي تغيير. رجعت الحساب بصعوبة، ولقيت في سجل الدخول إن عم مصطفى كان بيستخدم الإنترنت من تليفونه في نفس التوقيت، والعنوان الجغرافي قريب جدا من البيت. ساعتها الشك اتحول ليقين مرعب. عم مصطفى بيتجسس عليا، مش عشان حاجة شخصية، لكن عشان يعرف أنا مخبية إيه وكنت بشتغل في إيه زمان. قلت لنفسي: يارا لازم تصحي، ده مش مجرد فضول، ده متلصص بيخترق خصوصيتك في غياب جوزك. الوحدة زادت صعوبة، وبقيت حاسة إن أنا محبوسة في البيت مع شخص غريب بيكسر كل جدران الخصوصية اللي بنيتها. الخوف والقلق بقوا بيقتلوني بالبطيء. كنت بين نارين: أقول لكريم واخرب العلاقة بينه وبين والده، ولا أسكت وأعيش في رعب. قررت إن أنا مش هتكلم إلا ومعايا دليل قاطع، حاجة تخلي كريم ما يقدرش ينكر أو يلومني. رحت بسرعة واشتريت نظام كاميرات مراقبة مصغر لاسلكي، عبارة عن 3 كاميرات صغيرة جدا بتتشحن وبتشتغل بالواي فاي، شكلهم زي كشافات الإضاءة الزاوية. ركبت واحدة في المكتب اللي فيه اللابتوب، والتانية في أوضة المعيشة، والتالتة في مدخل المطبخ اللي بيطل على الصالة. كل ده وأنا حاطة سماعات في ودني وعاملة نفسي بتفرج على فيلم عشان ما يحسش بحاجة. ظبطت الكاميرات على التسجيل التلقائي أول ما أي حركة تحصل. قلت: يا هثبت إنه بريء وهرتاح، يا هواجه الحقيقة المرة. في الأيام اللي بعدها كنت بجهز تقرير مفصل بتواريخ وأوقات كل حركة غريبة عملها: اختفاء الفلاشة، تغيير باسورد الإيميل، الجلوس قدام اللاب. جهزت كل حاجة واستنيت ليلة الجمعة. عملت نفسي نايمة بدري، لكن كنت صاحية. موبايلي متوصل بالكاميرات وقلبي بيدق بسرعة. كنت مستنية أشوف إيه اللي هيحصل بالضبط في غيابي. بعد نص ساعة من الصمت شفت الحركة على كاميرا المكتب. عم مصطفى فتح الباب بهدوء شديد، دخل الأوضة واتجه للدرج المقفول. استخدم دبوس شعر وحاول يفتحه، وبعد شوية نجح. طلع ملف عليه شعار الشركة وبدأ يصوره بموبايله. الصدمة شلت حركتي وأنا بتفرج على المشهد، مش عشان الملف مهم، لكن عشان إحساسي بالخيانة وآدي إنه بيخترط حياتي عن عمد. الدليل كان كامل وموثق بالتاريخ والوقت. استنيت لحد ما رجع أوضته، طلعت بسرعة على المكتب، سحبت الفيديو من التليفون وبعته لكريم في رسالة واتساب مشفرة، وكتبته للفيديو ده: يا كريم، وبعدين كلمني، أنا محتاجة وجودك دلوقتي. كلمني كريم بعد 6 ساعات. كان مصدوم لدرجة الانهيار. قال: وصل الفجر وواجه والده بالدليل. الصمت كان سيد الموقف. عم مصطفى ما قدرش ينكر وقال بصوت مبحوح: كنت عايز أعرف إيه اللي خلاها تسيب الشغل الكبير ده، كنت خايف تكون بتتصرف من ورا ظهري. كريم قال له: بابا أنت تعبيك خط أحمر، ده بيتي وحياة مراتي. أنت هتسافر لبيت عمي سيد شوية لحد ما نعرف نحل الموضوع ده. وسافر عم مصطفى والبيت رجع للهدوء، بس الهدوء ده كان هدوء ما بعد العاصفة. كريم فضل معايا أسبوعين كاملين، بيطمني وبيحسسني بالأمان. العلاقة بينه وبين والده دخلت منطقة صعبة جدا كلها حذر ومرارة، لكن كريم قدر يقف معايا. قال لي: يارا انتي بيتي، وأي حد يخترق بيتي يبقى اخترقني أنا. بالنسبة لي الجرح كان عميق، مش جرح خيانة جسدية، لكن خيانة ثقة واختراق خصوصية. كل يوم كنت بسأل نفسي: ليه يا يارا ما حسيتيش بدري؟ ليه سكتي لما النظرات بدأت تتغير؟ بس عرفت إن الندم مش هيفيد. قررت أبني لنفسي حصن نفسي جديد. أول حاجة عملتها، رجعت لكورساتي في البرمجة وتصميم الويب، وقررت أعمل شركة استشارات تقنية من البيت. الرجوع للشغل بطريقة مختلفة. الشغل اللي كنت سبته عشانه بقى هو دلوقتي طوق النجاة ليا وثقتي في نفسي. بعد 6 شهور كنت خلاص بدأت أعتمد على نفسي مادياً ونفسياً بشكل كامل. عم مصطفى رجع بيته القديم، والعلاقة بينا بقت رسمية جداً، قائمة على الاحترام والحدود الصارمة.
القصة دي بتعلمنا إن الأمان مش دايماً في جدران البيت، لكن في جدران الخصوصية اللي بنبنيها حوالين نفسنا. لما تسيب شغلك أو تعتمد على حد اعتماد كلي، ده بيسيبك عرضة للاختراق النفسي وتعدي الحدود. الأهم من أي شيء هو الحفاظ على استقلالك الشخصي وثقتك في حكمك الداخلي. لما تحسي إن في حاجة غلط، حتى لو كانت مجرد نظرة طويلة أو سؤال غريب، لازم تواجهيه وتحطي حدودك فوراً. الخصوصية حق مقدس، والدفاع عنها هو دفاع عن كرامتك وكيانك بالكامل. لك ترددي أبداً في الدفاع عن نفسك وعن مساحتك الخاصة، حتى لو كان الأمر يتعلق بأقرب الناس إليكي.